قبيلة البنافع هي قبيلة عربية كبيرة باسمها ونسبها، وهم من ذرية الأمير موسى المراد ونافع أخو حمير وشافع وبجري. برزت مملكة سبأ، ثم تبعها بقرون مملكة سيف بن ذي يزن الذي تزامن عصره بعهد عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم. هاجر جزء يسير من عشائر حمير باتجاه مدن العراق ومنها البنافع. نزح أبناء هذه القبيلة من اليمن منبع الأصالة القحطانية، واستولوا على أراضي واسعة في محافظة بابل بمنطقة النيل، ثم كونوا باسمهم البنافع ضمن عشائر زبيد. وتعاقبت الأجيال ولا يزال أبناء عشيرة البنافع متمسكين ببداوتهم واستقلالهم ومكانتهم بفضل رجالهم جيلا بعد جيل، ليمتازوا بصفات ومزايا أبرزها الشجاعة والكرم والصدق والأمانة والتواضع. شارك رجال البنافع مع عشائر زبيد في الدفاع عن وطنهم ومقدساتها في ثورة العشرين الخالدة، وكما تنص مشجرتهم إلى انتسابهم إلى جدهم نافع بن موسى المراد ونخوتهم العامة إخوة فاطمة، كون جدهم حمد هو الابن الوحيد إلى جدهم الأكبر نافع بن موسى بن مراد، وكان ينتخي بأخته فاطمة، حيث تمكن جدهم الأكبر نافع بن موسى المراد والتي عرفت العشيرة باسمه من الاستيلاء على أراضي في مقاطعة أبو أرميل القريبة من جدول بابل، وأسس موطئ قدم فيها حتى انتشرت القبيلة في هذه الرقعة ووصلت إلى ما وصلت إليه من العزة والرفعة بفضل شجاعة وإقدام جد القبيلة. وتنتشر مساكن البنافع في محافظة بابل، وفيها مركز ثقل تواجدهم، وبالأخص في ناحية النيل التي سميت البنافع على اسم جدهم نافع، ومنهم البحاشي والبحسان. وينتشرون البنافع في كافة أنحاء العراق، ومنهم في الكويت والسعودية. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.